أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية أمس يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2024 أن الإعصار ميلتون يقترب من سواحل شبه جزيرة فلوريدا كعاصفة كارثية من الفئة الرابعة، ليضرب منطقة لا تزال تتعافى من الآثار المدمرة لإعصار هيلين الذي ضرب المنطقة قبل أيام، حسبما أفادت وكالة لامبورج للأنباء. وأضاف المركز إنه من المتوقع أن يضرب الإعصار بشكل خاطف سواحل شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية يوم الثلاثاء، قبل أن يتوجه نحو فلوريدا يوم الأربعاء، يقصد اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر. وأوضح المركز أنه رغم التوقعات بحدوث تقلبات في شدة الإعصار، إلا أن التنبؤات تشير إلى أن ميلتون سيظل في غاية الخطورة عندما يضرب اليابسة في فلوريدا. وقال حاكم فلوريدا رون دي سانتيس الذي أعلن عن حالة الطوارئ في 51 مقاطعة إنه من المحتمل حدوث انقطاع واسع النطاق للكهرباء، وإن تحول بسيطا في مسار ميلتون هو الذي سيحدد ما إذا كان سيضرب منطقة مكتظة بالسكان أم لا.